السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد هاتريك عمر مرموش اليوم لنادي مانشستر سيتي ضد فريق نيوكاسل الانجليزي في الدوري الانجليزي لعام 2024 2025. هنلاحظ هنا ان بداية الهدف الكرة مع حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، وهنا سيقوم بلعب الكرة كرة أمامية، وهنا هنلاحظ انطلاقة عمر مرموش اتجاه المرمى ومعه مدافع وحيد فقط من نادي نيوكاسل اللي هيخطأ في الحصول على الكرة لتمر إلى عمر مرموش الذي ينفرد تماما بحارس مرمى نيوكاسل. وهنا هنلاحظ خروج حارس مرمى نيوكاسل، وهنا الكرة ما زالت مع عمر مرموش اللي يقوم بلعب الكرة من لمسة واحدة، كرة من فوق حارس مرمى نيوكاسل على يمينه، محرزا الهدف الأول له في هذه المباراة، وأيضا الهدف الأول لنادي مانشستر سيتي في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا لحظة الكرة مع إيدرسون حارس المرمى اللي بيلعب الكرة لعمر مرموش، وهنا انطلاقته، وهنا مفيش اوفسايد حتى الآن. الكرة بينطلق عمر مرموش وأيضا مدافع نيوكاسل، وهنا لحظة خطأ مدافع نيوكاسل في الحصول على الكرة لتمر إلى عمر مرموش الذي ينفرد بالمرمى تماما. وهنا برضو أيضا لحظة خروج حارس المرمى، ولكن عمر مرموش يلعب الكرة من لمسة واحدة من فوق حارس المرمى، كرة رائعة على يمينه، محرزا الهدف الأول له في هذه المباراة وأيضا الهدف الأول لنادي مانشستر سيتي. وهنا نشاهد الهدف الثاني لعمر مرموش. هنا كرة مع لاعب إيكاي، ما زال ينطلق بالكرة دون ضغط من لاعبي نادي نيوكاسل. وهنا هيلاحظ ان عمر مرموش انطلق ثم يقوم باللعب الكرة له وسط اثنين مدافعين من نادي نيوكاسل، وهنا يقوم عمر مرموش بمراوغة مدافع نيوكاسل ثم يقوم بكرة تسديدة أرضية رائعة على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني له في هذه المباراة وأيضا الهدف الثاني لصالح نادي مانشستر سيتي. هنا نشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا الكرة مع لاعب كاي من منتصف الملعب، ما زال ينطلق وحيدا من دون أي رقابة وأي ضغط، وهنا مفيش أوفسايد أهو من عمر مرموش لحظة لعب الكرة، وبالفعل تصل الكرة إليه وسط اثنين مدافعين ثم يقوم بمراوغة المدافع وتسديد الكرة أرضية رائعة على يمين حارس المرمى، محرزا الهدف الثاني له في هذه المباراة. وهنا نشاهد الهدف الثالث لعمر مرموش في هذه المباراة. هنا انطلاقة للاعب مانشستر سيتي من ناحية اليمين، ما زال ينطلق دون ضغط من مدافع نيوكاسل، ما زال ينطلق من ناحية اليمين ثم يقوم بالانطلاقة، ما زالت الكرة معه ثم يقوم بكرة لعب كرة أرضية رائعة إلى عمر مرموش الذي يقف وحيدا دون أي رقابة من مدافع نيوكاسل، ثم يقوم بتسديدة من لمسة واحدة مباشرة، كرة قوية رائعة في منتصف المرمى، محرزا الهدف الثالث له في هذه المباراة وأيضا الهدف الثالث لنادي مانشستر سيتي في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية أخرى. هنا انطلاقة لاعب مانشستر سيتي من ناحية اليمين، ما زال ينطلق بالكرة دون ضغط من مدافع نيوكاسل، ما زال ينطلق بالكرة من ناحية اليمين، ما زال ينطلق بالكرة من ناحية اليمين ثم يقوم بلعب الكرة أرضية رائعة إلى عمر مرموش الذي يقف وحيدا في هذه المنطقة دون أي ضغط من مدافعي نيوكاسل، ثم يقوم بتسديدة قوية رائعة في منتصف المرمى، محرزا الهدف الثالث له في هذه المباراة. والجدير بالذكر بأن هذه المباراة انتهت بفوز مانشستر سيتي ب4 أهداف مقابل لا شيء ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي عام 2024-2025. وأيضا هذه الأهداف لعمر مرموش هو أول هاتريك وأسرع هاتريك للاعب عربي في الدوري الإنجليزي،
حيث تم إحراز هذه الأهداف في 33 دقيقة فقط من عمر اللقاء. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.